اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وطبق جديد على قناتكم. طبعا قناه مريم شانيل تي في. كنتمنى من الله عز وجل انه يلقاكم هذا الفيديو اليوم بصحه جيده وباحوال طيبه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم الطبق ديالنا هو طبق تقليدي مغربي 100%. اللي غيكون هو عباره عن طبق ديال اللوبيا كيف ما كتشوفوا معايا. اللي كنطيبوه وكنحضروه بواحد لاصوص اللي كما كتشوفوا معايا كتجي خاطره. يعني ما مرقاش بزاف وكما تنعرفوا جميع. كل واحد وكيفاش تيبغي اللوبيا تكون. كاين اللي تيبغي يعني تكون بالمرق. انا من النوع اللي تيفضل انها تكون بحال هكذا ناشفه يعني ما فيهاش المرق بزاف. وكذلك غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال الطهي ديالها والتحضير ديالها وسر النجاح باش انها تبقى واقفه بحال هكا يعني ما كتكونش طايبه بزاف كما تنعرفوا كتكون معجنه. المهم انا كما قلت لكم كنفضلها انها تكون على هذه الطريقه. وكيبقى كما تنقول لكم دائما الاختيار لكم ويعني كل واحد وكيفاش كيبغي هذا الطبق. مهم باش ما نطولش عليكم بزاف غنبداو على بركه الله. الطبق ديال اليوم ديالنا غادي يكون عباره عن اللوبيا تقليديه المغربيه اللي تنعرفوها بطبيعه الحال. الوصفه اللي معروفه من زمان وتنحضروها في جميع يعني الاوقات ديالنا سواء في يعني في العطل او لا. ويعني كتكون على حسب المتوفر عندنا. اليوم كما شفتوا معايا عندي اللوبيا يعني من الحجم يعني الكبير حسب يعني حيت فيها الكبيره وفيها الصغيره. انا هنا عندي الحجم الكبير رقدتها ليله كامله. خليتها مرقاده كما كتشوفوا كتنفخ كذلك. هنا كاينه هاد اللوبيا اللي كارمه وكاينه اللوبيا اللي تتكون في القصب ديالها. يعني شوف نتوما اشنو بغيتو. هنا عندي كميه ديال كيلو تقريبا. كما قلت لكم يعني على حسب الافراد العائله ديالكم. عندي هنايا كاس من زيت الزيتون للتنسيم بطبيعه الحال. بامكانكم الا ما كانش متوفر ديروا زيت المائده. بالنسبه للتوابل عندي راس معلقه من الابزار. عندي كذلك معلقه صغيره من سكينجبير. عندي معلقه صغيره من الخرقوم. عندنا معلقه صغيره من الطحميره. عندي معلقه صغيره كذلك من الملحه. عندنا 3 ديال رويسات ديال الثومه. عندي كذلك هنايا واحد البصله اللي محكوكه بصله واحده متوسطه. وهنا عندي 2 المطيشات اللي تنكون حكاهم. انا هنا كنبغي نخدم اللوبيا ديالنا طبيعيه ما تنبغيش نضيف ليها يعني الطماطم المركز. يعني تيبقى اختياري يعني اللي كيفضل انه كيطيب بها يعني داكشي كيبقى الراي ديالكم وكيبقى على حسب المتوفر كما تنقول لكم دائما في البيت عندكم. انا بغيتها تبقى يعني اللوبيا طبيعيه تقليديه مغربيه 100%. غنبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ الكوكوط ديالنا. غادي ندير المطيشه اللي ذكرت لكم 2 المطيشات محكوكين. عندي بصله اللي حكيتها. غادي نضيف التحميره او الفلفل الاحمر. غادي نضيف كذلك الخرقوم العلب. غادي نضيف كل من الابزار والسكينجبير. الملح بطبيعه الحال يعني ما نقووش الملح بزاف. انا ما تنبغيش يعني في الاطباق ديالنا الملحه تكون كثيره لانه كما تنعرفوا الملح غير صحيه. وعندي تقريبا واحد نص كاس من زيت الزيتون. والان غادي نحك الدريسات ديال الثومه. غادي ناخذ الربيسات ديال الثومه كما شفتوا. بغيتو ديروا هاد يعني الثومه اللي هي طريه اولا ديروا يعني ثوم بودره. كما قلت لكم انا كنبغي يعني يبقى داكشي تقليدي يعني بدون اضافات اولا منكهات. هذا كما كتشوفوا معايا هو لاصوص ديال
اللوبيا ديالنا غادي نحطها فوق البوطه. خليكم معانا. كيف ما شفتوا معايا الان درنا الكوكوط ديالنا اللي فيها ديك التشرميله ديال اللوبيا فوق من البوطه. غادي نخليها تشحر ونتلاقى انا وياكم. كيف ما كتشوفوا معايا هنا لاصوص اللي عندنا يعني راه كتشحر، وهاد لاصوص هي اللي كتخلي داك اللوبيا كتجي خاتره وبنينه. هنا كما شفتوا معايا غادي نخوي اللوبيا اللي قلت لكم سابقا. ضروري من اننا نرقدوها ليله كامله. كاين يعني اللي كيدير لها واحد الطريقه اخرى بحال مثلا كنا مزروبين، يعني ما نحتاجوش اننا نبيتوها ليله كامله، كنديروا لها نص سلقه وكنرميوها مع هاد لاصوص. هذه في حاله الا كنا يعني مشهيين اللوبيا او لا مزروبين ما عندناش وقت. يعني هذه حتى هي طريقه كتبقى يعني زوينه. انا تنفضل يعني احسن حاجه هو اننا نبيتوها ليله كامله. الان غادي نجيب الماء باش نروي حسب كنكتفي بهذا القدر. والان غنشد على اللوبيا ديالنا ونتلاقى انا وياكم ان شاء الله ملي طيب اللوبيا ديالنا. هذا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا، وهذا هو الشكل النهائي ديال اللوبيا ديالنا المغربيه اللي شفتوا معايا. الطريقه ديال التحضير ديالها طريقه تقليديه مبسطه وبطبيعه الحال في متناول الجميع. كنتمنى انكم تجربوا هذا الطبق الشهي اللي كيف ما كتشوفوا معايا انه يعني كتجي حتى الحبات ديالها مفرزين، يعني ما كتجيش معجنه، وتا لاصوص يعني كتجي لاصوص ديالها خاطره. الا عجبكم الفيديو اليوم ما تنساوش تكثروا من لي لايك بطبيعه الحال، وتكثروا من البارطاج، وتخليو تعاليق جميله باش تحفزوني وتخليوني انني نقدم اجمل واروع ما عندي من وصفات. ما تنساوش كذلك بالنسبه للمشتركين الجدد انهم يضغطوا على زر الجرس باش يوصلهم دائما كل ما هو جديد على قناتي وقناتكم قناه مريم شانيل تي في. مره اخرى كنقول لكم الى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في امان الله. الى اللقاء.